ازاي اتخطى تأنيب ضميري وحيرتي اللي بحسها بعد اي مرة باخد موقف مع حد. انا عشت سنين بهتم بارضاء الناس بس فقت، الحمد لله على السلامة. تأنيب الضمير هنا مبني على الاعتقادات اللي انت مصدق فيها. ايه الاعتقادات؟ اول حاجة ان انت عندك اعتقاد ان انت مسؤول عن مشاعر الاخرين. يعني لو انت شتمت حد، انت مسؤول عن مشاعره ان هو متضايق، فانت متخيل ده في دماغك، بس ده كان مش مظبوط. لان انت ممكن تشتم حد واللي انت شتمته يتبسط. ازاي؟ ان هو مسك عليك غلطة هيستغلها ضدك، فهياخد حقوق تانية وهو كان قاصد انه يخليك تغلط. فبالتالي هو فرح انه وصل لهدفه. فالموضوع معتمد على الدماغ اللي قدامك، مش معتمد على كلامك او تصرفاتك انت. المشكله التانية مبنيه على الاعتقاد الاولاني، انه في حرمان، انت حارم نفسك من انت تقول لحد لا، على افتراض ان اللا دي تحرجه او تضايقه، وانت مش مسموح لك اصلا تضايق حد. في حين ده مش حقيقي. لا، بتحط الحدود المناسبه لان انت مش عايش عبد عند الاخرين، انت ليك حياتك